أنا الآن لقرعة دوري أبطال إفريقيا، سعيد أن أكون معكم مرة ثانية بين أسطورتين لكرة القدم الإفريقية. أيضا دعنا نقوم بهذه القرعة معا وأن نتحدث عن إجراءات ومن خلال بطولة إفريقيا دوري أبطال إفريقيا برعاية توتال إنرجيز. لدينا 4 مستويات طبقا أيضا لتصنيف الكافة خلال الخمسة سنوات الماضية. في ال4 كاسات الآن الزجاجية لدينا الأهلي المصري، معه الوداد من المغرب والترجي التونسي وماملودي سان داونز من جنوب إفريقيا. المستوى الثاني بلوزداد الجزائر، بيراميدز مصر، سيمبا تنزانيا وبيترو أتلتيكو أنغولا. المستوى الثالث مازيمبي من الكونغو، الهلال من السودان، أسك ميموزا الإيفواري، يانج أفريكانز تنزانيا. ثم نهائي المستوى الرابع النجم الساحلي التونسي وأيضا جالاكسي بوتسوانا، ميدياما الغاني ونوازيبو الموريتاني. مبدأ بسحب قرعة المستوى الفرق المستوى الرابع. سنأخذ الكرة الأولى ستذهب مباشرة إلى المستوى الأول في الترتيب الرابع، ثم المستوى الثاني، ثم الثالث والرابع، ثم نتحرك بعد ذلك إلى المستوى الثالث. والفريق الأول يذهب إلى المجموعة الأولى والثاني في المجموعة الثانية، ثم المجموعة الثالثة، ثم المجموعة الرابعة. المستوى الثاني الكرة الأولى الفريق الأول إلى المجموعة الأولى في التصنيف الثاني، ثم الثاني والمجموعة الثالثة والرابعة أيضا. وكما قلت لدينا نبدأ الآن. هل أنتم مستعدان؟ دعنا نبدأ بالمستوى تصنيف الرابع، والكرة الأولى ستذهب إلى المجموعة الأولى في التصنيف الرابع. نواديبو from Mauritania. الفريق نواذيبو من موريتانيا. هي المرة الأولى لنواذيبو أن يتأهل لدور المجموعات، ومن فريق موريتانيا أن يتأهل في هذه المرة. ثم المركز أو المجموعة الثانية الفريق الثاني جوانينج جالاكسي من بوتسوانا. المرة الثانية في دوري المجموعات، سيكون في التصنيف الرابع في المجموعة الثانية. الفريق الثالث إلى المجموعة الثالثة، المركز الرابع. Experience of Tunisia. No, this is Étoile Sportive du Sahel. نعم، النجم الساحلي التونسي، وهو Étoile Sportive du Sahel will go to Group C in position في المجموعة الثالثة في التصنيف الرابع. They are the winner of the 2007 وهو الفائز بالنسخة 2007. الفريق الأخير الآن في المجموعة الأولى، وهو فريق ميدياما، وفي المجموعة الرابعة والمرة الأولى في دوري المجموعات. شكرا كان. ودعنا إلى المستوى الثالث، ستقوم بنفس الإجراءات من المجموعة الأولى إلى الرابعة والتصنيف الثالث للفرق. الفريق الأول تيبي مازيمبي من الكونغو، وهو كالابا يعلم جيدا عن الفريق، وهو في المجموعة الأولى التصنيف الثالث. الفريق الثاني أسك ميموزا في عام 1998، وهو في المركز الثالث في المجموعة الثانية. الفريق الثالث في المجموعة الثالثة الهلال السوداني، نصف نهائي 2009 و2011، وهو في المجموعة الثالثة، المركز الثالث. الفريق الأخير في هذا المستوى في المجموعة الرابعة Young Africans from Tanzania.
ويانج أفريكانز من تنزانيا مرتين في مجموعة في دوري المجموعات، وشارك الموسم الماضي. شكرا كيكانا. أتحرك إلى كالابا الآن وإلى المستوى الثاني والأول. دعنا نبدأ بالمستوى الثاني، والفريق الأول سيذهب إلى المجموعة الأولى وعلى التوالي الثانية إلى الرابعة. دعنا نبدأ الآن. بيراميدز من مصر، والمرة الأولى في دوري المجموعات، ولكن شارك في كأس الكونفدرالية في عام 2020 وكان مع المجموعة الأولى مع مازيمبي وماديبو. ستذهب إلى المجموعة الثانية. سيمبا from تنزانيا. سيمبا تنزانيا كان في النسخة الأخيرة في وصل وظهر في دوري المجموعات، وفي المجموعة الثانية مع أسك وجوانينج جالاكسي. الفريق التالي إلى المجموعة الثالثة أتلتيكو دي بيترو from بيترو أتلتيكو أنغولا، ومرتين نصف النهائي في دوري الأبطال. سيكون في المجموعة الثالثة مع الهلال ومع النجم الساحلي. الفريق الأخير في هذا المستوى الثالث أو التصنيف الثاني عفوا شباب رياض بلوزداد من الجزائر. شباب بلوزداد مع يانج أفريكانز وميدياما. كالابا لديك باقي الأربعة فرق في المرحلة أو التصنيف الأول، وهي الأكثر إثارة. لنرى من على قمة المجموعة الأولى. دعنا نبدأ بالمجموعة الأولى. هذا الفريق سيكون مع بيراميدز وتيبو مازيمبو ومياديبو. ماميلودي سان داونز من جنوب افريقيا، بطل عام 2016 المجموعة الأولى مع بيراميدز وتيبي مازيمبي ونواديبو. المجموعة الثانية وداد كازابلانكا. الوداد الأتلتيك من كازابلانكا، 3 مرات فائز ببطولة أبطال إفريقيا مع سيمبا أسك وجوانينج جالاكسي. الفريقان المتبقيان الآن في المجموعة الثالثة. اسبيرانس دي تونس. الترجي التونسي وفي المجموعة الثالثة مع أتلتيكو الهلال وأيضا النجم الساحلي. والآن الفريق الأخير في المجموعة الرابعة، وهو الفريق النادي الأهلي من مصر، وهو بطل هذه البطولة، حائز على 11 لقب مع سي بلوزداد ويانج أفريكانز وميدياما الغاني. هذا نصل الآن إلى نهاية إجراء القرعة. المجموعة الأولى ماميلودي سان داونز من جنوب إفريقيا، بيراميدز من مصر، تيبي مازيمبي الكونغو، إف سي نواديبو من موريتانيا. المجموعة الثانية الوداد المغرب، سيمبا من تنزانيا، أسك ميموساد من وجوانينج جالاكسي من بوتسوانا. المجموعة الثالثة ترجي تونسي، بيترو أتلتيكو أنغولا، هلال السودان، أيضا من تونس النجم الساحلي. ثم المجموعة الرابعة الأهلي، شباب بلوزداد الجزائري، يانج أفريكانز تنزانيا وميدياما من غانا. مجموعة صعبة. إن شاء الله صن داونز يتأهل وبيراميدز كمان إن شاء الله يتأهل. المجموعة الثانية فيها فرق كبيرة جدا برضو من وجهة نظري، لكن الوداد أداؤه متذبذب مع عادل رمزي، وفي أنباء إن ممكن عادل رمزي ما يكملش مع الفريق، لكن يظل الوداد واحد من الفرق اللي تقدر تتأهل من المجموعة دي، وسيمبا التنزاني هو الآخر هيتأهل معاه. المجموعة الثالثة أنا بقى شايف إن الترجي أداؤه الموسم الحالي مش ده الترجي السنوات السابقه، وكمان رحيل كابتن معين الشعباني هيأثر على الفرقه. انا شايف ان الهلال السوداني مع مدرب عنده خبرات كبيره في القاره الافريقيه ويقدر يتأهل، وبيترو اتلتيكو الانجولي. انا شايف ان الفرقتين دول جاهزين بشكل جيد جدا، يعني ان هم يقدروا يتأهلوا من بيترو والهلال. نعم، توقع بيترو والهلال، توقع بيترو اتلتيكو والهلال السوداني. يعني بيترو اتلتيكو ما ننساش معاهم مدرب الكسندر سانتوس، كان مساعد مدرب جوزيه باسيرو في النادي الاهلي قبل كده، وعنده خبرات كبيره
في القاره الافريقيه. المجموعه الرابعه الاهلي وشباب بلوزداد الجزائري. طيب يعني بالشكل